السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. مرة من المرات قالت لي كذا يعني ثريد واحد إداري وماسك قسم كبير، كان عنده واحد من الموظفين هو الشكل موظف واحد بالإنتاجية 10 بسم الله ما شاء الله، لكنه في نوع من اللعب والتجاوز. يعني مثلا الموضوع الغياب عنده غيره أضبط منه، لكن موضوع الإنتاجية غيره ما يجي ولا قريب غباره. يقول مرة من المرات قال إني تعبان وكذا، يقول أنا بقرارة نفسي أدري إنه يكذب، فرحت حريت عند باب البيت. إلا يوم طلع من الباب، باب بيته المدير قاعد يتحرى الموظف عند باب بيتهم. لاحظ كيف التصرف كان مو يعني موفق. تفاجأت إنه طالع بشنطته، يمكن إنه بيسافر، يمكن إنه بيطلع نزهة وكذا. فوصلته رسالة ترى أدري إنك كذاب. يقول آخر عهدي به ذيك الموقف، ما رجع للعمل ولا شفته بالشركة عندي، لكن يقول ودي أعوض فقده، عجزت ولا قريب منه. ما أبي واحد مثله، لا أبي واحد قريب منه، عجزت. أبحاول عجزت، كل مرة أفشل وأعرف إني ما أقدر أجيب واحد مثله. أنا خسرت موظف، خسرت إنتاجية عالية، خسرت مكتسبات كانت بيدي كنت أقدر أحافظ عليه بأكبر قدر ممكن من التعقل. لازم حنا نعرف يا جماعة أن بعض المواقف له طبيعة معينة في التعامل. يعني بعض الناس ليش خسر كثير من العلاقات الاجتماعية؟ لأنه لازم يحط يده على تفاصيل التفاصيل ويبين للطرف الثاني إني أنا ما نبغى بيه، ترى يفهم. العكس ترى هذا مو بعقل، هذا أحيانا في شيء من اندفاعية والطيش. يعني أذكر في مجمع الأمثال للميداني، وهي مادة تجمع يعني حكم مو فاخرة لا من الطراز المخملي، وهي مادة عبارة تخليك تقرأ عقل العرب بشكل كذا فخم جدا. في مجمع الأمثال طبعا بعيدا عن صحة الفكر، بس لازم تعرف أن هذه طبيعة كل الأشياء هذه، أنه يقول لك في مجمع الأمثال إن المعاذير يعني الأعذار يشوبها الكذب. يعني أصلا هو صح أنه معطيك سالفة صدق، بس لازم يزود له شوي علشان يعني يقدر يتجاوز معك يعني بأقل الأضرار. لأنه ممكن لو أعطاك بعض التفاصيل ما تكون مقنعة، لكن لما يضيف له بعض البهارات يخلي الموقف أكثر إقناعا لك أنت كطرف مقابل، مدير أو إلى آخره. سبحان الله، مرة كذا مر بموقف أظنه في ترجمة الإمام أحمد، ذكر ابن المديني، أظنه ابن المديني قال، وهو يذكر كان الإمام أحمد كذا وكذا، ثم قال كان أحمد عاقلا. أنا والله يوم قريت أكيد عاقل، هذا إمام عالم، هذا بحر من العلوم. لا، أنا عرفت أن ابن المديني يذهب لشيء أبعد من موضوع أنه يفهم العلوم ويحفظها. لا، العقل هنا المقصود به كان حكيم، كان صاحب تؤدة، يعني رجال عاقل مليان. فكذا جاء مرة نص عن الإمام أحمد، عرفت ليش ابن المديني قال هالكلمة دي. قال الإمام أحمد العافية كلها في التغافل، كلها في التغافل. احنا أحيانا صح أن نكسب أنفسنا بس نخسر الآخرين، لكن في مواقف أنت بتعقلك تكسب نفسك أحيانا أنت بتعقلك تكسب نفسك والطرف الثاني والموقف، ويبدأ النجاح هذا يصير ولود. يعني احنا بالحياة يا جماعة في مكتسبات أو عفوا في مهارات أنت لازم تجيبها لك، هي ما تكون موجودة فيك. صح في بعض الناس المهارات هذه يجيب لها فيه، لكن هي أيضا تكون مكتسبة. احنا ليش أحيانا فشلنا مثل هالمواقف هذه؟ ليش أحيانا إحنا ما نجحنا؟ ليش أحيانا ما استمرت بعض علاقاتنا؟ بسبب إنه درجة الاستحقاق الذاتي عندك عالي فوق. يعني أنت ما تسمح له يتغافل، ما تسمح له يلعب عليك. هو صحيح، هو ترى مو قاعد يتغافلك ولا قاعد يستغبيك. هو أحيانا أنت لما تقرأ الموقف من زاوية ثانية إنه قاعد يحشمك أكثر من اللازم، فاضطر أحيانا يزود عن الحقيقة شيء بسيط. مثلا ليش؟ عشان يكون أكثر إقناع لك وأكثر تقدير وأكثر احترام لوجودك مثلا وإدارتك ومكانتك. لما تقرأ من الزاوية هذه كذا تسكن نفسك. لكن أحيانا لا، احنا ما نسمح للآخرين انهم يتجاوزون ولا انهم يتعبثون بممتلكاتنا الخاصة مثل ما يقال. فأنت تناظر من زاوية ثانية. ثم أحيانا، وهذا بختم بالقصة، مثل قصة صاحبنا ذا الله يهديه اللي خسر هالموظف. أحيانا في كذا موقف يقولوا حكمة تقول كلنا كالقمر فيه جانب مظلم. يعني ترى حنا بشريتنا لازم يطلع الله، حنا لازم يصير بنا أغلاط، بنا نقائص، بنا أشياء ما هي بكويسة، لكن مو من العادة أنك تروح تناظر لي كذا الشيء اللي مو بكويس وتخلي الأشياء الكثيرة جدا اللي أنا أعتبرها من أفخر الأشياء. فيه حكمة نص عليها بالرجب الله يرحمه، مقدمة كتاب القواعد، يقول إنه المنصف من اغتفر يعني تجاوز عن قليل خطأ المرء، يعني عن الغلط شوي فيه، مقابل كثير صوابه، يعني مقابل الصح اللي مليان،
مقابل الجماليات اللي موجودة فيه، خل بعض التشوهات هذه تجاوز يا أخي، خليك أعقل من كذا. يلا الله يوفقكم ويسعدكم. عاد أنا المعذرة إذا تمشيت الحين قلت ودي أسولف عليكم.